السلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وبألف خير. البيتي فور الدايب الناعم اللي بيدوب في البق وبيتفتت في الإيد، حاجة كده قمر قمر ما شاء الله. كل اللي هياخده منك هيرجع يطلبه مرة تانية. اوعي بس تنسي اللايك والشير، ويلا على طول نبتدي. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، بستخدم دوبيلا. معايا كمان 375 جرام من الزبدة، وضروري الزبدة تبقى ساقعة من التلاجة. كمان معايا صفار بيضة وفانيليا، وكمان بيضة كاملة. كمان معايا 100 جرام من السكر البودرة، معلقة واحدة من الكاكاو، معلقتين من الزيت. هحط معايا السكر البودرة مع الزبدة وافورهم في العجان لغاية لما لونهم يفتح ويبقوا كريميين جدا. اي حاجة بتبقى معايا على جوانب العجان برجع المها وارجع اعجن مرة تانية لغاية لما اللون يبقى فاتح وتحفة كده. ابتدي انزل بالبيضة، هنزل بالبيضة اللي معايا. مجرد ما هتختفي وتروح خالص في العجين اللي عندي، انزل بالصفار اللي عليه الفانيليا. انا هنا حاطه صفار وبيضه عشان خاطر اخد نعومه للبيتيفور بتاعي. طالما انا هشتغل بالكيس، هشيل معلقتين من الدقيق وهنزل بقيه النص كيلو عندي مره واحده. مش هبقى قلقانه منه ولا حاجه، لان كده كده شايله منه معلقتين، يعني حوالي 35 جرام. مجرد ما يختلط كده كويس بس خلاص، مش بفضل اعجن ولا اي حاجه. لازم تبقى العجينه ملزقه في ايدك كده، وملزقه اوفر كمان. كده معناها ان العجينه زي الفل. عندي بقى قمع الاكلير اللي هو 9 اف تي، وتقدري كمان تستخدمي 5 اف تي. وهتبتدي ان انت ترفعي ايدك عن الصاج وتضغطي ضغطه، وبعدين تعملي الروزيتا بتاعتك عشان تبقى قمر كده. عايزه اعمل بقى شويه بالكاكاو، فهحط معلقه الكاكاو على معلقتين من الزيت، اقلبهم كويس كويس وانزل بيهم على العجينه واعجنهم، علشان خاطر الزيت اللي عندي مع الكاكاو بيخلي العجينه ما تنشفش، وكمان تعزز نكهه الكاكاو اللي في البيتيفور. بصي، انا اشتغلت بنفس الكيس الاتنين، اشتغلت الفانيليا واشتغلت الشوكولاته بنفس الكيس بتاع الكريمه، مش كيس الابيض اللي هو الجلد. معنى كده ايه؟ ان العجينه زي الفل معايا. لو كانت العجينه جامده كان الكيس ده فرقع من اول ضغطتين وانا عصب ايدي وجعني. هدخل بقى الصاجات دي الاول التلاجة ترست كده شويه، وبعدين ادخلها الفرن على درجه حراره 180، ويبقى الفرن محقق درجه حراره تلون من تحت. اطفي واشغل الشوايه حاجه هاديه قوي على درجه حراره واطيه، والف الصاج عشان تديني لون كده ذهبي من فوق. هفرجك بقى السوا بتاعه، ما شاء الله زي الفل. الكاكاو طالع قمر، ملون من تحت وملون من فوق، وكمان الفانيليا طالعه جميله جدا ما شاء الله. حاجه محترمه واخده يا دوب لون ذهبي جميل من فوق. ما تحاوليش تقسي عن كده علشان ما تبقاش ناشفه، وفي نفس الوقت ما تطلعيهاش بيضه عشان ما ترطبش. عايزه اقولك ان هو مش مستحمل اي ضغطه. معايا هنا بقى 100 جرام من النوتيلا. هستخدم النوتيلا من غير زيت. هحط كده نقط نقط على ظهر البيتيفور. حابه تحطي في الاتنين اوكي، حابه تحطي في واحده وتقفلي بالتانيه اللي ما فيهاش برضو اوكي. هتبتدي ان انت تلزقي كل اتنين ببعض. انا بحب اوزن النوتيلا او المربى او اي حاجه انا هحشي بيها عشان خاطر اعرف التسعير بتاعها قد ايه. هبتدي ان انا الزقهم كده، وفي الاخر هوزن النوتيلا اللي معايا. هلاقي معايا النوتيلا 75 جرام، وهم اصلا كانوا 100 جرام، يبقى انا استخدمت 25 جرام بس في اللزق. معايا هنا بقى يا ستي 330 جرام من الشوكولاتة، عليهم معلقتين من الزيت. كمان معايا 60 جرام من العين الجمل، هخليه انا مطحون. وكمان معايا 60 جرام من جوز الهند الناعم. هغطس نص البيتيفوراية كده في الشوكولاتة وانزلها في جوز الهند الناعم. وكمان هعمل نفس الموضوع برضو في العين الجمل. وممكن تغطسيه في الشوكولاتة من غير ما تحطي اي مكسرات اصلا، بس شوية كده وشوية كده. 60 جرام هنا و60 جرام هنا يا دوب كانوا كفايه جدا على النص كيلو اللي معايا. طب النص كيلو ده هيطلع معايا كميه قد ايه؟ هيرمي معاكي كيلو وربع. كيلو وربع من البيتيفور بعد الوزن والتزيين والتلزيق والتخطيص في الشوكولاته. طيب التسعير عشان مهم قوي قوي تعرفي تسعيرك. اول حاجه، لو انت بتستخدمي زبده فرن او اي نوع من الزبده النباتي، يبقى انت هتبيع الكيلو على 340 جنيه. انما لو بتستخدمي جوده مخلطه، يعني نص نباتي على نص نيوزيلندي بالنص بالظبط، يبقى الجوده اللي عندك تطلع ب 400 جنيه سعر الكيلو. انما بقى لو نيوزيلندي صافي تطلعي ب
470 جنيه سعر بيع الكيلو. ربنا يوفقكم ويحسن ما بين ايديكم. اللي عايز مقدار الكيلو يضرب في 2، بسيطة جدا وسهلة. اوعوا تنسوا ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. اوعوا تنسوا تدعوا لاخواتكم ربنا يفك الكرب عنهم. صباحكم دايما زي الفل.